الله أكبر. الله أكبر. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين. السيسي يصرخ ويهدد: أولادي يرجع الليلة ومن يلمسهم لن يطلع عليه نهار. هكذا هدد السيسي مختطفو الجنود المصريين في السودان مع اندلاع الاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وجدت مصر نفسها في دائرة الصراع بعد سيطرة القوات على قاعدة مروي الاستراتيجية واحتجاز عدد من الضباط والجنود المصريين الموجودين هناك ضمن تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني. وبعدها حدث ما لم يتوقعه أحد، وهو نشر قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت إنها لأسر مجموعة من أفراد الجيش السوداني، إضافة إلى عدد من الجنود والضباط المصريين في مطار مروي. ويظهر في الفيديو شخص يعرف نفسه بأنه ضابط مصري من الموقوفين لدى قوات الدعم السريع، فأثار هذا الفيديو غضبا واسعا في الشارع المصري وقادات الجيش المصري، مما دعا البعض إلى تدخل الجيش مباشرة وسحق قوات الدعم السريع. والسؤال هنا: هل يستطيع الجيش المصري التدخل في الحرب الدائرة بين طرفي الصراع في السودان؟ وما هي قوة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مقارنة بالجيش المصري؟ يعد الجيش السوداني والجيش المصري من الجيوش الأقوى والأكبر في منطقة شمال إفريقيا، ولكن لا يمكن إجراء مقارنة دقيقة بينهما بسبب اختلاف العوامل العديدة التي تؤثر على الجيوش. ومع ذلك يمكن النظر إلى بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على الجيش السوداني والمصري ومقارنتها بشكل عام. عدد الجنود: يفوق عدد الجنود في الجيش المصري بكثير عدد الجنود في الجيش السوداني. التدريب: يتلقى الجنود في الجيش المصري تدريبا شاملا وعالي المستوى، كما يتلقون تدريبات دورية وتحديثات للحفاظ على مهاراتهم وجاهزيتهم، بينما يواجه الجيش السوداني بعض الصعوبات في التدريب وتحديث مهارات الجنود بشكل منتظم. المعدات: يتميز الجيش المصري بأحدث المعدات والتقنيات الحربية الحديثة، في حين أن الجيش السوداني يعاني من نقص في المعدات والتكنولوجيا الحربية الحديثة. الموقع الجغرافي: يعد الموقع الجغرافي للجيش المصري أكثر استراتيجية، حيث يتمركز في المنطقة الرئيسية للشرق الأوسط ويحده عدد من الدول، بينما يتواجد الجيش السوداني في منطقة جغرافية أقل استراتيجية. بشكل عام يمكن القول أن الجيش المصري يتفوق على الجيش السوداني في العديد من الجوانب الرئيسية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الوضع قد يختلف باختلاف الظروف والأهداف والاستراتيجيات المحددة. التاريخ والخبرة: يتمتع الجيش المصري بتاريخ غني وخبرة كبيرة في المشاركة في الحروب والصراعات العسكرية، حيث شارك في عدد من الحروب العربية والإقليمية. ومن ناحية أخرى لا يتمتع الجيش السوداني بنفس المستوى من التاريخ والخبرة العسكرية. الموارد المالية: يتلقى الجيش المصري دعما ماليا كبيرا من الحكومة المصرية، ولديه المزيد من الموارد المالية والتقنية للاستثمار في تطوير الجيش وتعزيز قدراته. في المقابل يعاني الجيش السوداني من نقص في التمويل والموارد المالية. الدور السياسي: يشغل الجيش المصري دورا هاما في السياسة المصرية، ويتمتع بقدر كبير من النفوذ السياسي. في المقابل يعمل الجيش السوداني بشكل أكبر كقوة عسكرية مستقلة، ولا يشغل دورا بارزا في السياسة السودانية. وعلى الرغم من أن الجيش المصري يتفوق على الجيش السوداني في العديد من الجوانب الرئيسية، إلا أن الجيش السوداني لا يزال يحتل مكانة مهمة في العالم العربي، ويتمتع بجاهزية وقدرة عالية على الدفاع عن الأمن الوطني والمشاركة في عمليات السلام الدولية. ويتوقف الأمر على الاحتياجات والمتطلبات الخاصة لكل دولة والتحديات التي تواجهها لتحديد مدى تفوق أحد الجيوش على الآخر. تستطيع التعمق أكثر في المقارنة بين الجيشين من خلال تحليل جوانب أخرى،
مثل القدرات العسكرية، وتشمل هذه القدرات الدفاع الجوي والبحري والبري، وكذلك الجوانب اللوجستية مثل الإمدادات والمستشفيات الميدانية والإمكانيات اللوجستية الأخرى. التدريب والتأهيل. يعتبر التدريب الجيد والتأهيل السليم للجنود من الجوانب الحاسمة في تحديد قدرات الجيش. الحجم والقوة. يعتبر الحجم والقوة العسكرية من العوامل المهمة في تحديد مدى تأثير الجيش على الساحة العسكرية. القدرات التكنولوجية. تعتبر القدرات التكنولوجية العالية والأسلحة الحديثة من الجوانب الحاسمة في تحديد قوة الجيش وقدرته على التعامل مع التحديات العسكرية المختلفة. ولكن يجب الانتباه إلى أن المقارنة بين الجيشين ليست بالضرورة تحديد الأفضلية أو الأفضل بشكل عام، بل يجب تحليل الجوانب المختلفة والعوامل المؤثرة في كل جيش على حدة وفي سياق الأهداف والمتطلبات الخاصة بكل دولة.